السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير واموركم كامله مزيان. معكم صفاء. الا كانت هذه اول مره كتشوفوا لا فيديو ديالي مرحبا بكم في لا فامي. في لا فيديو ديال اليوم جو في اسيي دو بارطاجي معكم 10 ديال لي كونساي، 10 ديال النصائح اللي كيبانوا ليا شي حوايج اللي مهمين بزاف خصهم يبقاو معنا حياتنا كامله. يعني ماشي نصائح اللي متعلقين غير بالبدايه ديال العام ولا نصائح اللي متعلقين غير بشي فتره معينه بحياتنا، انما انا كنشوفهم خصهم يبقاو معنا حياتنا كامله في كاع المراحل ديالنا في الحياه. اول حاجه غادي نهضر عليها هي التقرب من الله. خصنا نحاولوا نبقاو ديما قرب من الله سبحانه وتعالى، حيت هو اكثر واحد كيعرفنا، كيعرف الخبايا ديالنا، كيعرف لي ديتاي ديال الحاله ديالنا باش كنحسوا شنو عندنا لداخل. كيعرفنا اكثر من راسنا، اكثر من اي واحد، وهو اللي كيسخر لنا اي حاجه في حياتنا، هو اللي مسخر لنا الناس اللي دايرين بينا، مسخر لنا الفرص اللي كنلقاو في الحياه، هو اللي مسخر لنا الذكاء ديالنا، هو اللي مسخر لنا بزاف الحوايج. كاين شي واحد في الدنيا كامله كيعرف شنو احسن حاجه لينا من غير الله اللي خلقنا. الا بغينا شي حاجه ولا تمنينا شي حاجه غير نطلبوا الله، وراه اكيد انه غادي يسخرها لينا. الا كان فيها خير لينا غيحققها لينا، عاجلا ام اجلا، طوطا غادي نلقاو هذاك الشيء اللي بغينا. كنتمنى الله يحقق لكم اي حاجه تمنيتوها في خاطركم، الا كان فيها مصلحه لكم، الا كان فيها خير لكم. تاني حاجه هي اننا نبقاو قراب من راسنا. خليك قريب من راسك. خصنا نبقاو عارفين على راسنا اي حاجه، نكونوا عارفين راسنا اش من مرحله وصلنا باش كنحسوا، نكونوا على واعي بداكشي اللي في الداخل ديالنا. ونكونوا على واعي اش من مرحله وصلنا في حياتنا، مثلا فاننا نوصلوا للاهداف ديالنا. واش يلاه بدينا، واش وصلنا للنص، واش بدينا كنقربوا، واش خصنا نزيدوا شي حاجه، خصنا نموديفيو شي حاجه، خصنا نبدلوا البلان اللي غاديين به، لا استراتيجي اللي غاديين بها. خصنا نكونوا عارفين راسنا. اي حاجه نعرفوها على راسنا باش واخا توصلنا شي هضره من برا هادشي ما ياثرش علينا نيجاتيفمون. يقدروا يكونوا بطبيعه الحال انتقادات بناءه، خصنا نتقبلوهم. خصنا نكونوا عارفين لي كاليتي ولا ديفو ديالنا، نقاط القوه، الحوايج اللي مزيانين فينا والحوايج اللي فينا خايبين، ونحاولوا نخدموا عليهم الا كنا قادرين نخدموا عليهم باش نحسنوهم ونطوروهم في ذاتنا. دونك خليك قريب من راسك، خليك مع راسك، خليك مصاحب مع راسك، سي تري تري امبورطون. حاجه هي انك تخلي راسك قريب من الناس اللي كيبغيوك بطريقه غير مشروطه. يعني الناس اللي كيبغيوك بدون مقابل، كيبغيوك لداكشي اللي عليه انت، واخا ما يكونوش متفقين معاك 100% في الافكار ديالك، في الايديولوجيا ديالك، فالطريق اللي غادي فيها. ولكن الناس اللي كيبغيوك انت، لشخصك، لشكون انت، كيحترموك، كيقدروك، عاطينك قيمه. ما يتردوش انهم يعاونوك الا حسوا بك محتاج ليهم، ولا الا كنت وقت دوز من واحد الفتره صعيبه غتلقاهم ديما بجنبك. دونك الناس اللي كيبغيوك جوسولين كيبغيوك، وماشي بالشرط غير كتبغيهم. دونك الناس اللي كتبغيهم وكيبغيوك خليك قريب منهم. دو بيرسون بوزيتيف، يكونوا دايرين بيك ناس ايجابيين، يكونوا دايرين بيك ناس اللي عندهم واحد رؤيه زوينه للمستقبل، كيشوفوا المستقبل بايجابيه، باغيين يوصلوا حتى هما الاهداف ديالهم. يعني ناس اللي يكونوا ما يكونوش ناس دومين ديالك، ما يكونوش متفقين كما قلت 100% على داكشي اللي غادي فيه انت، ولكن على الاقل الناس يكونوا كيبغيوك، كيحترموك، مقدرينك، عاطينك قيمه كبيره، قيمه اللي كتستاهل. ما تحاولش ترضي الناس كاملين، حيت ما تقدرش ترضي الناس كاملين، حيت انت ماشي هنا باش ترضي الناس كاملين. ارضي نفسك، ارضي القناعات ديالك، ارضي الراحه النفسيه ديالك، كون انت متصالح مع ذاتك. حاول ترضي راسك، حاول ترضي الناس اللي كيبغيوك قراب ليك، ساخت ما تحاولش ترضي الناس كاملين. فوكسي على داكشي اللي انت كتبغي. دير داكشي اللي بغيتي دير انت في حياتك، حيت هذيك حياتك انت وما حياه حتى شي واحد اخر. يعني كل واحد يديها في حياته، كل واحد يدير داكشي اللي بغا في حياته هو. يعني دير في حياتك داكشي اللي بغيتي. انت مسؤول على قراراتك، انت مسؤول على اختياراتك، ولكن انت كتحمل المسؤوليه ديال النتائج اللي غادي توصل لها. عمرك تحشم من شكون انت، عمرك تحشم من القناعات ديالك، عمرك تحشم من المبادئ ديالك، عمرك تحشم من الاصل ديالك.
نقولها ونعاود نقولها، عمركم تحشموا من نفوسكم، من الاصل ديالكم، من شكون نتوما، من الحقيقه ديالكم، من الواقع ديالكم. الا كانت هذيك الحقيقه ديالكم راه هذيك الحقيقه ديالكم. راه انكم تكذبوا وتخبيوها وتحشموا منها وما تقبلوهاش، راه ماشي هادشي اللي غادي يبدلها للاحسن. ماشي هادشي اللي غيبدلها للاحسن. الا بغيتو تبدلوها للاحسن، نقطه البدايه هي انكم تعترفوا بها وتقبلوها بينكم وبين نفوسكم. ديك الساعه عاد كتجي الخدمه اللي من بعد. ما حدكم ما متقبلينهاش، ما حدكم بينكم وبين راسكم ما راضيينش، ماشي ما راضيينش بها، ماشي ما راضيينش عليها، بس رغم ما تكونوش راضيين عليها، ولكن انكم ما ترضاوش بها، تحشموا منها، تهربوا منها، تكذبوا باش تخبيوها. هذه هي الحاجه اللي ما عمرها غتكون في الصالح ديالكم. استثمر في راسك، استثمر في المهارات ديالك، استثمر في المعارف ديالك، استثمر في العلاقات ديالك المزيانه مع الناس، في العلاقات ديالك الصحيه مع الناس. استثمر في اي حاجه عندها علاقه براسك اللي غادي تعاونك تزيد لقدام، اللي غادي تعاونك تطور. استثمر فيها. وابخي ندير اون فيديو خاصه على كيفاش نستثمروا في راسنا، واش من جانب الفلوس ولا كاينين جوانب اخرين بحال الوقت بحال الجهد. دونك هذه كامله غتكون ان شاء الله ان سوجي ديال اون فيديو اللي جايه منها لقدام. تهلا في راسك، تهلا في راسك، تهلا في الصحه ديالك، تهلا في الماكله ديالك، في الحركه ديالك. تهلا في صحتك مزيان، حيت راه الا ضاعت منك ولا الظهورات، راه واخا يبغيو الناس يعاونوك راه ما يقدروش. راه ما كاين ما عند حتى شي واحد باش ينفعك الا مشات حتى تصبتي في صحتك. الله يحفظ، شي حاجه خايبه صابتك، راه الفلوس ما غاديش تقدر تحل لك المشكل. غالبا الناس اللي كيبغيوك ما يقدروش يعاونوك. غادي تعذب راسك وغادي تعذب الامانه اللي عطاك الله، وغادي تعذب معاك مالوغوزمون حتى الناس اللي دايرين بيك وكيبغيوك وكيبغيو يشوفوك ديما مزيان وبصحه مزيانه، حتى هما غادي يتعذبوا معاك. دونك تهلا في راسك. في الحياه كيجيونا بزاف ديال الفرص، غادي نقول لك قول لاي فرصه اللي عندها نفس الاتجاه ديال داكشي اللي بغيتي تحقق في حياتك. الفرصه اللي غادي تعاونك باش تزيد لقدام، باش تعلم شي حوايج اللي غينفعوك في من بعد. الفرصه اللي غادي تعاونك انك تلاقى مع ناس اللي غتكون معهم علاقات اللي غادي ينفعوك من هنا لقدام. قول لاي فرصه اللي غادي تعاونك في داكشي اللي انت كيبان لك صحيح، في داكشي اللي انت كيبان لك مزيان في راسك، في حياتك، في المستقبل ديالك. ومن جهه الاخرى غادي نقول لك قول لا لاي فرصه اللي هي راها فرصه وزوينه وغتعلمك شي حوايج وغتلاقيك بناس، ولكن هي راه ما عندها باش تنفعك سور لو لون تيرم، على المدى البعيد. راه ماشي داكشي اللي بغيتي، راه ماشي هي ديك حياتك، ماشي هذاك غيكون هو المستقبل ديالك. يعني تعلم تقول لا لشي حاجه اللي غتنفعك ربما ديك الساعه، غترفع عليك ولا غادي تعمر لك وقتك، ولكن راه لا، راه ما غاديش ما غتعاونكش سوغ لو لون تيرم. على المدى البعيد ما غتجيب لكش بزاف الحوايج اللي غادي ينفعوك، اللي غيخليوك تزيد لقدام وتوصل لاهدافك من هنا 3 سنين، من هنا 5 سنين، من هنا 7 سنين. راه ما غاديش تعاونك. هذاك الشهر، هذوك الشهرين غادي دير بها شي حاجه تعمر بها الوقت، سي فغي، ولكن خصك تكون عارف راسك شنو باغي، لدرجه ان اي حاجه جاتك صافي غادي تعرف بينك وبين راسك راه ما يوصلكش على المدى البعيد، ولا ما غاديش تنفعك بزاف في داكشي اللي غادي تجيب لك. دونك تقدر تقول لها لا وتمشي تقلب على شي فرصه ولا شي حاجه اللي غادي تعاونك. من هنا 5 سنين، من هنا 7 سنين غتبقى كتشوف الثمار ديال هذاك الشيء كاينه في حياتك. الا بقيتو حتى لدابا نبغي نقول لكم شكرا بزاف. و الا بغيتو تنضموا للعائله ديالنا وعجبكم لو كونتوني ديال هاد لاشين، تقدروا تابوناو تو سامبلومون. وخليو لي شنو بالنسبه لكم نتوما النصائح اللي من ذهب اللي الانسان خصو يبقى واخدهم بعين الاعتبار في حياته كامله. خليوهم لي اون كومونتير. وغالبا كل نقطه من هادشي اللي هضرنا عليه اليوم غادي نقدر النقاط مهمه نقدر ندير عليها اون فيديو، تقدر تكون ستوري تايم، يعني نعاود لكم كيفاش تعلمتها ولا كيفاش عرفتها ولا كيفاش عشت هذيك النصيحه في حياتي. خليو لي في لي كومونتير بلوتو افكار ديال دي فيديو اللي بغيتوهم يكونوا في لاشين اللي كتقترحوهم عليا، ومن تما كنقول لكم تهلاو في راسكم وكنبغيكم بزاف.